انا موجود. انا والد الشهيد شهاب حسن شهاب موجود النهارده في ميدان التحرير عشان ااكد واكد كل مليونيه ان احنا موجودين علشان لازم القصاص العادل اللي قتل الشهداء من اول ما قضى الامر القتل او امتنع عن وقوف القتل لغايه الداس على الزناد. لازم كل دول حبس، لازم يتحاكموا. هي دي اول مبادئ نجاح الثوره. اول حاجه نجاح للثوره القصاص، قتلة الشهداء. بناء عليه اللي هيجي بعد كده اكيد هيكمل نجاح الثوره. لكن اذا القتله دول ما ظهروش ما اتحبسوش يبقى كده الثوره لسه مستمره لغايه انجازها. بالنسبة ان انت والد الشهيد شهيد من الشهداء اللي هم معروفين زي ما بيقولوا في الاعلام، هل الحكومة اديتك حقك وانت كنت عايز من الحكومة او عايز من النظام فلوس، ولا عايز البلد وابنك كان عايز حق للبلد؟ والشهداء لما نزلوا الميادين كانوا عارفين ان هم هيستشهدوا؟ لا طبعا. الشهداء دول ربنا اختارهم بدون اختيارهم بدون علمهم ان هم هيستشهدوا. هم نزلوا علشان يقولوا 4 جمل: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية. لغاية الآن ال4 أسباب دول اللي هم شهاب وجميع الشهداء اللي نزلوا عشانهم ما اتحققتش لغاية دلوقتي. احنا بنكمل الطلبات اللي هم نزلوها كمسيرة ليهم. لكن احنا كأولياء أمور بعد ما هم استشهدوا احنا عايزين القصاص من القتلة. لكن احنا ما بنعرفش ان هم هينزلوا يستشهدوا، ما بنعرفش. انما بالنسبة للتعويضات المادية من الحكومة اكيد صرفت كلها لجميع الشهداء. انا ده اللي انا عارفه يعني. مفيش اي تملص من الموضوع ده. هم فعلا كل الشهداء واخدين حقوقهم المادية، لكن مش هو ده المطلوب. هو احنا نزلنا اولاد عشان نبيعهم نموتهم وناخد فلوس من وراهم؟ لا طبعا. يعني كل اللي ماتوا يوم 25 لحد يوم 11 خدوا فلوس، بعد كده ما حدش نعرف خد ولا ما خدش؟ لا، كل شهداء الثوره لغايه النهارده خدوا فلوسهم، خدوا التعويضات. ولسه في نازل قرار ان هم شهداء الالتراس ياخدوا برضو ينضموا لصندوق الشهداء. طب وايه رأيك ان في واحد بيفكر يرفع قضية على الرئيس مبارك وعلى المجلس العسكري وعلى مرسي، على كل واحد مواطن مصري مات في عهده، اذا كان من الشرطة او من المواطن المصري الشعبي او متأسلم او اي حاجة؟ ايه رأيك في الموضوع ده؟ حقه. ولكم في القصاص حياة أولي الألباب. العين بالعين والدم بالدم. لازم هو احنا يا جماعة في حاجة مهمة جدا. العالم بيعتبرنا ان احنا عالم ثالث. ليه العالم المتقدم بيعتبرنا عالم ثالث؟ هل احنا علينا يعني علامة مميزة ان احنا عالم ثالث؟ لا. احنا شعوبنا شعوب متحضرة جدا. والشعب المصري اول شعب على مستوى العالم استخدم التكنولوجيا اللي هو ما اخترعهاش قام بثورة. يعني ده دليل ان الشعب المصري، الشعوب العربية، الشعوب ذات نفسها ناس محترمة، شعب اول من الدرجة الاولى. لكن حكومات الدول العربية هم اللي بيدوا فكرة للغرب ان احنا عالم ثالث بسياساتهم على القمعية، على شعوب واسترخاص ارواحهم ودمائهم. لو اي دولة اوروبية متقدمة الدول الاولى خدت اي قاتل بيتحاسب. عشان كده الدول المتقدمة احنا عايزين كده برضه. احنا ايه اللي اصيل في تخلفنا؟ احنا لسه يا جماعة لا بنركب الجمال لا بنركب حمير. احنا استخدمنا الكمبيوتر وعملنا ثورة بيها. فلازم نتعامل على هذا الاساس ان احنا شعوب متحضرة متعلمة عندها وعي. واحنا الحمد لله العالم كله اشهد على ان الثورة المصرية انجاز عالمي غير مسبوق. فلازم نبين دوت بدليل ان كل من قتل يحاسب عشان يبقى عالم متقدم، ما تبقاش عالم متخلف. لكن احنا لو فضلنا الشهداء اللي قتلوهم ما اتحاكموش، يبقى المقولة اللي بتتكتب في الصور بيقولوها: معلش يا شهيد
الشعب عايز يعيش عبيد. سؤال اخير، ايه رايك في المحاكمه اللي دلوقتي موجوده لمبارك وقتله الشهداء؟ بالنسبه ان كل قتله الشهداء الضباط خدوا براءه، ايه راي حضرتك دلوقتي في يوم 25 يناير في الذكرى الثانيه للثوره، او الثوره مستمره؟ عايز اعرف رايك، هي الثوره مستمره ولا دي ذكرى؟ لا، الثورة مستمرة طبعا أكيد. الثورة مستمرة طول ما فيش قصاص عادل، الثورة مستمرة. إن نجاح الثورة يعني نجاح الثورة هي القصاص، ده نمرة واحد. إنما بالنسبة للمحاكمات، احنا لسه فيها هو لجنة دراسة الحقائق الجديدة اللي اتشكلت، قالت في متهمين جدد. هنشوف وهنراقب المتهمين دول في المحاكمة الجديدة، ودينا متابعين. طب يعني ايه رايك في الحكم اللي صدر من حسني مبارك بالمؤبد وبعد كده رفع طعن؟ انا عايز الاجابه على السؤال ده. حقه كأي إنسان متهم، حقه إن هو يعمل نقد، وحقنا إحنا كمان إن نتعامل معاه في الموضوع دوت لغاية ما نشوف هيوصل لغاية فين. شكرا لابو الشهيد شهاب حسن شهاب. شكرا يا ابو شهاب. في جمعة الغضب، شهيد جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011 أمام مسجد عمر مكرم بالقناصة أمام مسجد عمر مكرم. شكرا. دفن فين؟ في هنا عند قريب من الحسين. دفن في الحسين. شكرا لابو الشهيد. ابو الشهيد بيقول لكم الثورة مستمرة، ناويين تعملوا ايه؟